الا كنتو اول مره كتشاهدوا الفيديوهات ديالنا ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وللتواصل بالجديد لحظه نشره فعلوا خاصيه الجرس. كما شفنا اخوتي في هذا الفيديو هذا صافي صراحه هرب لهم ديال بصح الاعلام الجزائري. يعني قال لك بانه ما يمكنش تقارنوا افريقيا، يعني الدول الافريقيه بالجزائر لانه ما عندهمش داكشي اللي عند الجزائر. قال لك لا بغيتوش تقارنوا الجزائر قارنوها بالدول الاوروبيه، ولكن ماشي كاع الدول اخوتي. قال لك بعض الدول الاوروبيه هما اللي يمتازوا بداكشي اللي يعني عندهم شي حوايج بحال الجزائر. يعني هنا تعرف هادو ما خصناش نبقاو نديو عليهم بمره. المهم الخوت، يعني قال لك لا صادفوهم كاس افريقيا غادي يكون داكشي في المستوى منظم مزيان بحال تبارك الله. داكشي اللي راكم عارفين اللي طرف في كاس العرب تحت 17 سنه. التنظيم كان في المستوى رائع وما كانش الشغب، ما كان حتى شي حاجه من هذا الشيء بحال اللي طرا عندهم البارح في البطوله. يعني ما عرفت شحال اعتقلوا من واحد، ما عرفت شحال اللي كلاو العصا ولاو خايفين ما ياخذوش الملف ديال الترشيح بهذا الشيء اللي وقع عندهم البارح. المهم اللي كان وقع عندنا حنا شحال هذه ملي كانوا تعداو على الدراري ديالنا المنتخب الشبان ديالنا. كان قال لك هذا الشيء تيوقع في كرة القدم. قال لك راه وقع بين البارسا والريال، تيوقع في الانجليز ما عرفتش فين. والبارح ملي وقع عندهم هذا الشيء هذا قال لك ما خاصوش يكون هذا الشيء في كرة القدم. ايوا ما عرفتش نديروا لهم، فهم اخويا تسطى. يعني بنادم عنده التناقض في الداخل ديالو مع راسو. يعني ما خصناش نديو عليهم بكل صراحه. ماشي 10 في عقل هادو 80 في عقل. تبارك الله عليكم اخوتي، خليو لي الاراء ديالكم على هذا الفيديو هذا. نتلاقاو في فيديو جديد، السلام عليكم.